ضم بس التصريح بتاع كابتن ميدو دوت جنب بعض تصريحات كده جميله. يعني فاكرين طبعا التصريح بتاع اشرف صبحي ان هو راح يتفاوض مع فرجاني ساسي عشان خاطر ان هو يجدد لنادي الزمالك. عايزين تصريح مثلا ثروت سويلم لما قال المستشار بيحب الحكم الفلاني عشان سياده المستشار هنجيب له حكم مصري عشان خاطر ان هو محتاج بطوله. وعده تصريحات جميله كده نحطها كلها جنب بعض عشان بنحتاجها بعد كده. فاهمني؟ يعني بتحتاجها بعد كده والتصريحات ديت بتوضح في الاخر ايه او بتؤدي الى ايه. ايوه صح يا صاحبي، صح، برافو. ان النادي الاهلي هو نادي الدوله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كابتن ميدو، كابتن احمد حسام ميدو طلع علينا بتصريح جميل كده وبيقول لك ان انا عندي معلومه من شهر فات بس ما رضيتش ان انا اقولها، ان كابتن فيتوريا بيحاول يتوسط لفريق سبورتنج لشبونه عشان خاطر الغرامه بتاعه ايقاف شيكابالا او ايقاف القيد بسبب شيكابالا، وبيحاول ان هو يحل لهم المشكله وكده. وكابتن ميدو طلع قال كده ليه؟ قال عشان زعلان ان في عضو اتحاد كوره طلع وصرح بالكلام ده في العلن، وان فيتوريا هيتجنن بسبب الموضوع ده. ان ازاي يتقال الكلام ده في العلن؟ المفروض الكلام ده ما كانش ينفع يتقال في العلن. وكابتن احمد حسام ميدو قال ان هو المعلومه دي عنده من شهر بس ما بيتكلمش عشان خاطر ان يعني من حق جمهور النادي الاهلي ان هو يزعل لما يعرف المعلومه دي. يعني انتوا متخيلين يا جماعه؟ احنا والله العظيم بجد في كارثه. يعني مش عارف اقول ايه في المواقف اللي زي دي. بس في عدة أسئلة كده بتطرح نفسها، يعني في عدة أسئلة بتطرح نفسها عايزين نسألها كده برضو على الكباتن، أو خصوصا كابتن المحترم الخلوق الجميل كابتن حازم إمام اللي هو طبعا المشرف على الكورة في منتخب مصر. فعايزين نسأله بس حضرتك، يعني هو معقول فيتوريا هيتصرف التصرف ده من نفسه؟ أكيد لأ. أكيد حضرتك عايزين نعرف بقى مين اللي طلب منه الطلب ده. يعني مين اللي طلب منه ان هو يحاول يتوسط للمشكله بتاعت شيكابالا وسبورتنج لشبونه عشان خاطر انها تتحل؟ مين يا ترى؟ مش عارف. انت اكيد حضرتك اللي عارف، يا ريت تعرفنا مين اللي توسط له عشان الموضوع ده. وهل هو بيتوسط لحل مشاكل اللعيبه او الانديه كلها اللي موجوده في مصر، ولا لنادي معين او لحد معين بس؟ يا ريت برضه حضرتك تجاوبنا برضه على السؤال ده، لانه سؤال مهم جدا بيطرح نفسه. يعني وهل ان الازمات اللي بتحصل دايما مع الاهلي او لعيبه النادي الاهلي كانت عن طريق الصدفه او محض الصدفه، ولا الحاجات دي كان مترتب لها بقى يا كابتن، ولا ايه بالظبط؟ ما هو برضه كلها اسئله بتجر بعض. يعني مثلا حضرتك في مره من المرات لما نادي الزمالك طلب لعيبته عشان خاطر يلعب مباراه كانت في الدور ال 64 في بطوله افريقيا او في الاتحاد الكره اللي هي الكونفدراليه، البطوله الكونفدراليه، حضرتك كان الموضوع عادي واللعيبه جت وراحت وكان في ماتش رسمي للمنتخب وراحت لعبت مع نادي الزمالك عادي ورجعت تاني، ما كانش في اي مشكله، ما حسيناش باي مشكله. لكن النادي الاهلي لما احتاج لعيبته في مره عشان خاطر المنتخب كان هيلعب ماتش ودي، الدنيا قامت وما قعدتش. هل برضو ده عن طريق محض الصدفه برضو، ولا برضو ده ليه حاجات تانية او ترتيبات تانية؟ يا ريت حضراتكم تردوا علينا والله بجد يا جماعه، لان الموضوع دوت يعني شاغلنا شويه ومتهيألي يعني من حقنا. زي ما كابتن ميدو قال، يعني كابتن ميدو قال ان من حق جمهور النادي الاهلي ان هو يزعل. متهيألي الراجل بيتكلم يعني ايه بشفافيه، يعني راجل محترم برضه يعني. يشكر والله كابتن ميدو ان هو سمح لنا بالحق ان احنا نزعل لما نشوف حاجه زي دي. فعايزين نعرف ان لو المشكله مماثله مثلا مع النادي الاهلي، هل ان هو هيتدخل برضه، ومين اللي هيطلب منه انه يتدخل، وهل ان هو هيتدخل ولا لا لما يتطلب منه ده؟ اذا اتطلب منه، يعني لو كانت مشكله تخص النادي الاهلي. عن ذكر المشاكل، في مشكله عندنا اللاعب اسمه عبد المنعم محمود كهربا، ولاعب برضه مصري وبيلعب في نادي مصري اللي هو النادي الاهلي وعنده مشكله. فيا ريت برضه كابتن فيتوريا يتوسط لنا عشان خاطر يحل لنا المشكله ديت، ويحاول ان هو يقسط الفلوس بقى مع نادي الزمالك المصري برضه، لان الدنيا ايه زيتها في دقيقه يعني زي ما بيقولوا. اتمنى. وعموما عشان ما اطولش عليكم ان شاء الله في الفيديو، انا عايز بس نضم بس التصريح بتاع كابتن ميدو دوت جنب بعض تصريحات كده جميله. يعني فاكرين طبعا التصريح بتاع اشرف صبحي ان هو راح يتفاوض مع فرجاني ساسي عشان خاطر ان هو يجدد لنادي الزمالك. عايزين تصريح مثلا ثروت سويلم لما قال المستشار بيحب الحكم الفلاني عشان سياده المستشار هنجيب له حكم مصري عشان خاطر ان هو محتاج بطوله. وعده تصريحات جميله كده نحطها كلها جنب بعض عشان بنحتاجها بعد كده. فاهمني؟ يعني بتحتاجها بعد كده والتصريحات ديت بتوضح في الاخر ايه او بتؤدي الى ايه. ايوه صح يا صاحبي، صح، برافو. ان النادي الاهلي هو نادي الدوله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.